يعني آخر شي كسرت بخاطري، أنا ما عرفت إنه بدها تكسر بخاطري. يعني آخر شي كسرت بخاطري، أنا ما عرفت إنه بدها تكسر بخاطري. يعني خالاتها شوي اعترضوا إنه أصير. دخلت خالتها إنه على طمع إنه غلي المتقدم والمتأخر. مرحبا، أهلين، كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام. هلا انت سبق وطلعت معي قبل هلا وطلبت انه تطلع معنا مرة تانية، شو بدك تحكي لنا اليوم؟ بدي احكي عن شغلة صارت معي بحياتي. من شي 6-7-8 اشهر خطبت وفسخت. فسخت السبب انه اول شي حبيتها وحبتني، بس لما كلمة انت اليوم برسالتك اللي عم تحكيها يعني عم توجه كلمة لخطيبتك. لخطيبتي. تمام، هي كسرتك يعني ولا بنسمع القصة؟ نسمع. شوي كسرتني. طيب احكي لنا بالتفاصيل لما بدون ذكر اسماء طبعا. بدون ذكر. حبيتها وحبتني وش اسمه، وانا شفتها حلوه وانا مالي عرفان وقت حبيتها. ويعني اخر شي كسرت بخاطري، انا ما عرفت انه بدها تكسر بخاطري. يعني اخر شي كسرت بخاطري، انا ما عرفت انه بدها تكسر بخاطري. اخذت لها يعني هيك الشغلات اللي بتحبون البسها وصرفت عليها وذهب وما ذهب وكسيتها وكل شيء. تمام. وحطيت يعني كتير اغراض ومصاري وكل يوم فوت واطلع اجيب لها هدايا. وين الكسرة كانت بالموضوع؟ انت قلت لي قبل الحلقة انه تعرضت للتنمر من خطيبتك بشو او من اهل خطيبتك. شو كان التنمر او من المجتمع او كذا؟ يعني شو الشيء اللي صار بالضبط لحتى انتو تركتوا؟ هي طويلة شوي وش اسمه، يعني خالاتها شوي اعترضوا انه قصير. يعني خالاتها شوي اعترضوا انه قصير، بخافوا انه من قصري انا وقت اتجوز ادخل عليها شو اسمه يصير يجيبوا اطفال مثل حكايتي يعني صار. تمام. طب هي عم تقول انها هي كانت تحبك، يعني اذا بتحبك اليوم هي ما بتسمع كلام خالاتها؟ ما انه كانت تحبني، انا ماني عرفان. وقت ماني عرفان انه كل وقت 6-7 اشهر تقريبا انه عم تضحك علي. وهي طالبة جامعة تدرس حقوق. تمام. سنة أولى. طب لي كمان نحن انا شوي بس اليوم كمان انت عم تقول لي انه هي رجعتك على الحديده. اليوم يعني نحن قبل اللقاء عم نحكي بالحوار قلت لي انه رجعتك على الحديده. شلون رجعتك على الحديده؟ يعني شو انه ضحكت عليك، اخذت منك مصاريك، بعدين سمعت يعني هي انت كانت معيشتك بهم انها بتحبك ولا بالفعل كانت بتحبك بس بسبب اصرار خالاتها واهلها هي تركتك؟ لا هي خالتها كانت شوي تلعب، بتقول موظف ببنك لازم انه موظف بالبنك. انا موظف كنت ببنك مراسل وزع بريد. تمام. من فرع لفرع، وبعد دوامي بيخلص داوم من 8 ل 3 وبشتغل تنظيف. فدخلت خالتها انه على طمع انه غلي المتقدم والمتأخر، انه غلي المتقدم والمتأخر. هي كيف فتحت معك موضوع انه بدها تتركك؟ يعني شو الموضوع؟ شلون كان الموضوع؟ فتح الموضوع ولا فجأة تركتك ولا كيف الموضوع صار؟ هلا هي لأنه بتدرس فحبت شاب، وأنا يعني عندي قربة بعيدة. هي على ذمتك حبت شاب؟ هي أنا وخاطبة. فلما حبت شاب أنا اتفقت أنا وبنت، أنا مالي عرفان إنه هي رح تحب شاب. أنا حسيت بدق خيانة. قلت لها راقبي لي. طب انت شو اسمه راقبي لي واعملي رفيقة. واكتشفت الخيانة. واكتشفتها من مراقبة رفيقتها. اكتشفت الخيانة. تمام. انت اليوم لساتك بتحبها؟ انا صدق احكي الصدق. والله بحبها، طويلة بيضة. انت بتحب شكلها؟ بتحب شكلها ولا بتحبها إلها؟ بحب شكلها. طب هلا نحن حنوصل رسالة عن طريق منصتنا انه بتمنى شو اسمك بس؟ محمد نور الدين. بتمنى صوت محمد يصلك. تمام. وتعالجوا هالموضوع.
يعني كمان بدنا الناس تكتب لنا رأيه وتعليقات بالشيء اللي عملته خطيبته معه. يعني أخذت منه مصاري، تعرض للتنمر منها، ضحكت عليه. هاي القصص كلها صارت معه لمحمد. بدي اياك توجه له كلمة من قلبك، من قلب مجروح ولا لا؟ عادي. وجه له كلمة على الكاميرا هون، خلي لي ختام الحلقة تكون كلمتك. بقول لها اني انا عن جد حبيتها، وهي دارسة ومتعلمة ومتثقفة، بس بالنهاية بقول لها انه الله يسامحها لانه عملت هيك فيني. فبقول لها الله يهنيها من كل قلبي. يعني رغم كل شيء عملته معك وانت عم تقول لها الله يسامحك، يعني ما بتتمنى لها الشر؟ لا ما بتمنى لها. ممكن انه تتجوز، تجوزت انه مثلا يجيها رجال انه نصبت عليه وضحكت عليه، يجيها رجال ياخذ حقك منه، ياخذ ينصب عليها، يقتلها، يقسى عليها. يعني نهاية كلمتك اليوم انك انت مسامحة، بس منتظر تشوف فيها اليوم اللي عملته فيك تشوفه من زوجها على كلامك. ايه تمام. طيب اليوم نحن بنختم حلقتنا مع محمد. اتركوا لنا رايكم بالتعليقات، وانصحوا لمحمد شو يعمل. هي نهايه الحلقه. شكرا كثير لك محمد، وشكرا لانك قبلت تكون ضيف معنا. شكرا.